عصب وقال لهم انتوا مجانين، انتوا شاربين حاجه، هو في ميتين بتاكل وبتشرب؟ ردوا عليه وقالوا له طب استحمل بقى اللي هي هتعمله فيه. رد عليهم وقال لهم انا مش هستنى اللي هي هتعمل معايا حاجه، انا هدخل لها. كلهم استغربوا من الكلام اللي هو بيقوله وكانوا فاكرين اللي هو بيهزر. قال لهم لا انا مش بهزر، بس تدوني كام لو دخلت القبر بيسا؟ قالوا له هنخليك كبير السوق وعربيتك هتبقى اول عربيه، بس تاخد الوتد ده وتدقه جنب قبر بيسا علشان تثبت لنا ان انت دخلت جوه. قال لهم ماشي وخلاص اتفقوا. وفي نفس اليوم بالليل دخل البياع لجوه التراب ووصل لقبر بيسا، وكان لابس جلابيه وحط الوتد في الارض وبدا يدق عليه، بس من الضلمه ما خدش باله اللي هو بيدق على الجلابيه بتاعه. وبعد ما ثبت الوتد في الارض وطبعا الجلابيه بتاعه محشوره في النص، وجي بقى علشان يمشي لقى اللي بيشده من الجلابيه بتاعه، فثبت في الارض مكانه وما قدرش يتحرك من الخوف، وقلبه وقف ومات. ومات من حاجه مجهوله. ما تعملش قيمه لحاجه مجهوله، لان انت بمجرد ما تواجهها هتنتهي كل مخاوفك.